السلام عليكم شباب، ربي يوفقكم. طبعا اليوم صراحة مقهور انا على هذا الديك، قهر، لكن ان شاء الله نشتغل عليه ونسويه. اخوان هذا الديك ما يلقح، هذا الديك اللي هو ورد الباقلة وذني دجاجات اسيت ما يلقحن حرامات، يعني ديك ما يلقح. كم مرة احط البيض مالته، هاي تبيض بالمفقس ما يشد البيض مالته، فحاولت بغير دجاجه خليته همتين يلقحها، طلع ما يلقح. لكن راح اشتغل عليه وعسى وان يرجع برادة رب العالمين. الموعظه من هذا الفيديو يا اخوان، اني هذا الديك ودجاجه ذني دجاجات اقدر انشرهن وابيعهن غاليات، اقدر ابيعهن وكل اشكال، واغض النظر عن بانه هو ما يلقح. لكن اكو فد شغله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، يعني اذا اني بعتهن خلص طلعت من مله الاسلام. ابيعهن كما هن، هذا ما يلقح. لا اغشك ولا تغشني ولا ما ادري شنو، لا تاخذ غيبتي ولا اخذ غيبتك. انا طالع من الاشكال مالت، انا مو حوزك ارد اقول لك انا حوزك، لكن حلو واحد يمشي بوصايا الرسول ولو شيء بسيط، لان هنا يوقع الرزق ويوقع النجاح من تمشي بملات رب العالمين. قلت لك ولو شيء بسيط، يعني مرات هم نخبط، احنا ما معصومين، لكن حديث واقع وصريح، من غشنا فليس منا، يعني غشنا يطلع من ملة الإسلام. فحاول أنا أشتغل عليه، وقلت لك أنا مو حوزك وتسوي براسك أنا نفسي حوزك يبالك عنه ما أدري شنو، لا، هواي عندي ذنوب وهواي عندي أخطاء، لكن هو هذا الواقع وهي هاي معاملة الإسلام. فما يصير بعض الأخوة قاعد أشوفهم بالتواصل الاجتماعي، باقي التواصل الاجتماعي، واحد صراحة شابح الثاني، واحد داق منشور بالثاني. فحاول الإنسان يرجع لربه يا اخوان، هذا مو لعب، هذا بإشكال ونتحاسب عليه يوم القيامة. تحياتي لكم شباب، ربي يوفقكم.